حياكم الله من جديد مشاهدينا، ويلا تبدأ فقراتنا. في البداية راح نتكلم عن الطبخ، عن المطبخ، أسرار الطبخ وأسرار المطبخ. هنشوف الشيف كيف يعيش حياته، كيف بيبدأ وكيف بينتهي، كيف قصة حبه للمطبخ. أكيد في ناس تحب الأكل بس ما تحب المطبخ، صح؟ صح. في ناس لا تحب الاثنين. اليوم راح تكون معنا تاكل بس، يكون بطل الفيلم بس. لا، هو في ناس تحب تطبخ كمان. اليوم راح تكون معنا الشيف لما حسان، راح تعرفنا أكثر عن أسرار الطبخ. سعد صباحك. صباحك يا رب. أهلا وسهلا. أهلا فيك. الشيف لما احنا يعني بس قاعدين نشوف الصور الفقرات كذا وجانا جوع مش طبيعي. أكيد لأنك ما فطرت الصباح، هذا شيء طبيعي، هذا أول شيء. لا والله فطرت. طيب لما كيف بدأت قصة حبك للمطبخ؟ هذه قصة حب من وأنا تقريبا عمري 16 سنة. أهلي لاحظوا الموضوع هذا فقالوا لي لا لازم. من كم عمرك؟ 16 سنة. حلو. فأهلي لاحظوا الموضوع ده فقالوا أوكي جو هيد يلا نساعدك. فلما شافوني إنه واو في أكلات أسويها، في أشياء ضبطها، وقفوا جنبك. أي ساعدوني كثير. صرت تطبخين انت؟ ايوه صرت في البيت انت بالضبط. يعني في اكلات غريبه، في اشياء حسيتهم انه هم اللي اول شيء اسوي لهم، بعد كده اطلع للي برا عشان اذا ايوه ولا لا. حلو. طب خلينا نقول انت كنت تطبخي لاهلك في البيت، كيف وصلتي انك تصيري شيف؟ كيف صار اكلك مثلا تبيعي؟ فتحتي موقع على الانستغرام، بديتي على الجيران على الاصحاب، كيف ايش سويتي عشان؟ صراحة اول شيء كان في برنامج في مهرجان البلد هذه السنة. حلو. انا كل مرة انزل على جدة لاني انا اصلا من اهل الرياض. هذه المرة نزلت على جدة ووجهوني قالوا لي في مهرجان البلد وتعالي وشوفي. اوكي سويت. طبعا انا مشهورة بشيء اسمه ورق عنب. اوكي. هو ده اللي شهرني بزيادة، وبالذات هنا بجدة غير الرياض. سويت الورق عنب وطبعا عرضته على اللي هناك، طبعا اعجبوا بالطعم. من هناك بدأت قصة الحياة حقتي من مهرجان البلد لين ايوه، حتى لدرجة في ناس قالوا لي اعطينا وصفة من الوصفات اللي انت تسويها، بالذات لما اخترعت شيء اسمه ايس كريم مقلي. ايس كريم مقلي؟ كيف؟ كيف ايس كريم وكيف مقلي؟ هو هذا ايس كريم مقلي، هو ايس كريم عادي اوكي، بس انه الطبقة اللي فوق الايس كريم يبغى لها، في منها تنحط كورن فليكس، في البقسماط حق الدجاج، في يعني كذا كذا شيء ممكن انت تخترعه براسك. حلو. بس يبي لك فترات لين تدخل الفريزر وتطلع يعني. اما ايش اول طبخة طبختيها؟ اول طبخة طبختها البايلا. اول شيء؟ الاسبانية. بايلا اسبانية. اول طبخة كانت اسبانية؟ والله ما انت بهينة. مين مرة كانوا الضحايا؟ لا مو لي درجة. شوف اللي كانوا الضحايا الوالد. اوكي. لانه هو اللي وافق يجربها؟ اي. هذا. امي قالت لا، قلت لها طب جربي حاولي ما راح تخسري شيء. لا هي الوالد كان ضحية، بس بتعرف حلو. اشوى منها، بس دحين خلاص. ليكي قد كم سنة الان يا لما في مجال الطبخ؟ بالضبط لي 7 سنين. حلو. الان سمعت انه انت حتفتحي مطعم او شيء مشروع في الرياض؟ يب. ايش حتفتحي؟ مطعم. هو في عندي اختيارين اني افتح المطعم، اني اسويه يا انه نسائي بحت، ممنوع دخول اي شخص عنصرية. رجال. اي لا مو عنصرية طبعا الا طبعا. او اني افتحه انه هو الراجل وحرمته من غير البيبي. خاص جدا. ايوه يعني رومانسية اوكي. طب اخترتي ايش حتسويه ولا لسه؟ خلاص انا اخترت المكان وكل شيء، بس باقي الديكورات اللي اسويها. طبعا انا عندي نوع ناسي الطبخ في الرياض. ايش راح يكون؟ نوع المطبخ كل شيء شرقي، هو شامي، ايطالي، اسباني، كل شيء. حلو. طب انت تشوفي نفسك في اي مطبخ من المطابخ هذه اللي ذكرتيها؟ انا اكثر شيء بالايطالي. الايطالي؟ حلو. تحبيه؟ بالايطالي. المطبخ اللي يسمن؟ لا. بيتزا ومكرونه؟ لا. الاكلات الشرقيه اللي تسمن، بس الايطالي لا. والله؟ ايه.
طيب حلو. طب بسألك يا لما، الآن أنت حبك للطبخ لما اكتشفتي أن أنت عندك درستي، أخذتي دورات، طلعتي برا تعرفتي على المطابخ، ولا كله مجهود شخصي؟ لا، من عندي. كله من عندك. أول شيء على اليوتيوب، لما تمكنت من الموضوع المقادير وكل شيء خلاص ابتديت أنا اللي أدخل في المجال هذا كله. حلو. ممكن تفكر تدرسي مطبخ تطلعي تتجربي؟ أبدا. أخاف ياخذوا مني الوصفة عشان كذا. خايف على سر المهنة. طيب بالضبط. لو اليوم انطلب منك انه انت تدربي مثلا كوادر سعودية، ممكن من خلالها الشيف دحين الشيف تطلق على الانثى والذكر صح؟ الشيف ايوه. طيب اوكي، الشيفيون كلهم يعني ممكن يطلع من تحت يدك وكذا يعتلوا يعني نقول مطابخ عالمية. ممكن انت تدربي، عندك هذا التفكير او السياسة هذه؟ صراحة ما راح تكون مثل اللي أنا أطمحها للشخص اللي قدامي. يعني أوكي أنا راح أدربك وأضبطك وكل شيء، بس ما راح تكون نفس اللي أنا أبغاه في راسي. فهمت علي؟ ما راح أعطيك الأسرار. بالضبط. اوكي، لاجل ما خلاص. طيب يا لما الآن أنت حتفتحي مطعم، أكيد إنك حتجيبي عاملات، حيعرفوا الأسرار الوصفات. أوكي حيعرفوا الوصفة، بس إنه أكيد راح أكون مجهزتها قبل في البيت. يعني ما حتعطيهم شيء كل شيء كامل؟ الخلطة اللي أنا راح أضبطها في البيت قبل، بعد كده أخليهم هم اللي يمشوا أمرهم. حلو. طب أنت مقتنعة مع مقولة إن العين تشبع قبل إيه؟ يعني لازم الترتيب والتنسيق. إيه؟ حلو. يعني نغري الزبون بالشكل، وبعدين ممكن هو ده عادي ينضحك عليه بالمضمون. لا والله مو لي الدرجة أستاذ أحمد، لا. طيب نقول اليوم في مطابخ عالمية كثيرة اقتحمت السعودية بالذات والشرق الأوسط عموما. يعني أنا أتوقع الحين المطعم الهندي مثلا يمكن هو المطعم اللي ممكن تلجأ له في أي دولة من دول العالم. صار في تعارف وتبادل للثقافات في الأكل. ثقافة المطبخ السعودي أو الشرق أوسطي وصلت وين؟ والله صراحة أنا أحسها إنها تعدت مطاعم كثير أو مطابخ كثير. لأنه أنا شايفة هنا الكوادر السعودية أو المطبخ السعودي هنا لما يديروا حرمة أكثر أحس أكثر أمان من يديروا راجل. أنت إيش بك على الرجال يا أستاذة لما؟ نفس الحرمة في الطبخ أحسن من نفس الرجال؟ غير كده. هذا واحد. رقم اثنين ما أعرف، إحنا فينا نظافة أكثر منكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. رقم ثلاثة أحس إنه ما راح تتعب في شغلتك مثل الحرمة. الحرمة تبغى تسوي شيء طيب. إنه لا إرادي. حلو. بس أنا اللي أعرفه إنه بالذات في مجال الطبخ الرجال تفوقوا على السيدات في العالم على مستوى العالم. لا. عندك اعتراض؟ أنا ضد الشيء ده. عندك اعتراض على الموضوع؟ طيب. حلو. أعطينا نصائح للي حابين يدخلوا مجال الطبخ، بإيش يهتموا أكثر شيء؟ بالمقادير، بالطريقة، بإضافتهم الخاصة، بالزينة؟ إنه في ناس كثير بتحب الطبخ بس ما جتهم الفرصة. أول شيء طريقة تركيبة الطبخة أو طريقة تركيبة الوصفة من عندها هي، وبعد كده نهتم بالزينة. لأنه إذا ما كانت الطعم زين الزينة هذه ما هي فايدة، ما لها فايدة. أيوه. حلو. إذا كان الطعم مو بزين ما لها فايدة. حلو. يعطيك العافية لما. تهتم الشيف برغبة نقول اللي بياكل، احنا ما نقول الزبون، لكن سواء احد من اهلك ولا احد صار عندك بزنس ولا مطعم، تهتمي هذا ايش يحتاج؟ مثلا في احد يحتاج دايت، مثلا في احد عنده مرض سكري مثلا، يعني ممكن تلتفتي لرغبة الشخص، ولا لا انت عندك ستاندر لطبخاتك ما تتجاوزي؟ انا صراحة المشروع اللي افتحه في الرياض، في ناس قالوا لي افتحيه هنا بجدة وافتحي دايت للناس اللي حقين الجيم، ممكن انك تساعديهم. فانا قلت لو اني ابغى افتح محل الدايت وفي نفس المكان محل حيخرب الموضوع. طبعا. يعني لو يبغى يسوي دايت حيروح ياكل من هنا بعدين يروح يسوي دايت من هنا. حلو. فلسه الفكرة ما هي براسي موضوع الدايت والاشياء دي، لا. طب بتاخذي برأي الناس اللي تتذوق الطعام اللي طبختيه، يقولوا لك مثلا ناقص زايد، او قال لك شيلي منه؟ مثلا في ناس عندها حساسيه من بعض على المقادير. حسب طلب العميل انا اسوي. يعني امس كانت عندي طلبيه في فندق الدار البيضاء، وسويت يعني
أكلات منها البايلا، سويت الآيس كريم المقلي، سويت البيتزا الإيطالية اللي تكون مربوطة. سويت كذا نوع، بس إنه بتعرف اللي هو على حسب العميل إيش يبغى في الطبخة، هذا هو. طيب اللي بيذوقوا من أكلك وين يلقونك؟ عندك أكيد في حساب؟ الانستغرام والتويتر والسناب. خلاص راح تلقوا حساب الشيف لما إن شاء الله في صفحات ديوان في تويتر، راح ينزلون الشباب حسابات الشيف لما، وتقدروا عاد تاكلوا الأكلات، وأنا ماني مسؤول. لا مو للدرجة. أنت ضد الرجال من الصباح يعني، حكون كمان مسؤول، ما في شغل. لا اكيد حيكون الاكل طعم ولا تشيل. أكيد طبعا، واثق الخطى يمشي ملكة. اكيد. احمد يمزح معك. طب اليوم عندنا سؤال، من هو صديق الطفوله، صديقك الاقرب الى قلبك ايام الطفوله؟ هذا سؤال الوالد. من ايام الطفوله. الله يعطيك يخليك العافية. ويخليك يعافيك له يا رب. أكيد. مستمرين مشاهدينا في جدة هذا الصباح، وتذكيرا بباقي أهم الفقرات. سؤالنا لحلقة اليوم، من هو صديقك أيام الطفولة؟ وبين الإيجابية والسلبية، ما هي القرصنة الإلكترونية؟ إرشادات واستعدادات لازم تسويها قبل السفر. وأبرز مشاهدات هذا الأسبوع في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأيضا راح يكون معنا في حلقة اليوم أسرار كثيرة حول رياضة الجودو. وأكيد بعد الفاصل راح تبدأ فقرتنا الغنائية مع باسم عطار ومازن بن عفيف. كل هذه الفقرات وأكثر أصدقائي بعد الفاصل.